اسمها لوحده كفاية، يعني يمنحك كده راحة وسلام. العذراء مريم اللي مكانتها في قلوب المصريين ما فيهاش اختلاف، سواء داخل الكنيسة أو في الجامع. حب الناس ليها ثابت. مع بداية صوم العذراء كل سنة وكل مصر بخير، بتتحول الكنائس لأنوار وترانيم فيها دايما كده حالة من السكينة، دايما بنستمتع بيها جميعا. العذراء مش بس رمز ديني، دي أم النور وقدرة كده في الصبر والإيمان وطاقة نور لكل المصريين. في زحام الحياة وضجيجها، وبين محاولات الإنسان للبحث عن لحظة هدوء، يبقى اسم العذراء مريم هو المفتاح الأول للسكينة. يتردد اسمها بخشوع في المساجد والكنائس، ويحمل كل حرف فيه سلاماً، وكل ذكرى منها دعوة صادقة للأمان. هي ليست رمزاً دينياً فحسب، بل هي أم عظيمة وامرأة اصطفاها الله من بين البشر لتكون منها ولادة النور إلى العالم. في مصر تحظى العذراء مريم بمكانة خاصة للغاية، فهي رمز لا يقتصر تقديره على المسيحيين فقط، بل يمتد ليشمل المسلمين أيضاً. يذكر اسمها في قلوب الجميع، وتعلق صورها وأيقوناتها في البيوت، ما يعكس مكانتها في وجدان الشعب المصري. وتقديراً لها ولمكانتها، ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة مريم، حيث خصها الله بذكرها وتبجيلها، مما يعزز مكانتها في الوعي الديني والثقافي لدى الجميع. ومع حلول شهر أغسطس وبدء صوم العذراء، تمتلئ الكنائس بالأنوار والفرح، ويتوافد الأقباط على الأديرة للتبرك والصلاة. صوم العذراء في الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية لا يقتصر على الامتناع عن تناول الأطعمة الحيوانية، بل هو فترة للتوبة والتأمل، تكثف فيه الصلوات وتقام القداسات وتتلى المزامير وترتل الترانيم. ومن أبرز ملامح هذا الصوم في الكنيسة الأرثوذكسية نهضة العذراء، وهي أمسيات روحية تقام داخل الكنائس. أما في الكنيسة الكاثوليكية فالصوم غالباً ما يكون اختيارياً أو محدود المدة. وفي خضم هذا الاحتفاء السنوي تبقى العذراء مريم رمزاً يتجاوز حدود الدين والطائفة، فصورتها في الوجدان المصري تحمل بعداً إنسانياً أيضاً، فهي سيدة نساء العالمين، الأم والحامية، قديسة السلام وأم الرجاء ونور القلوب.